ازاي تتعامل مع العميل باحتراف؟ معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مصمم جرافيك أو أي حد شغال في مجال العمل الحر. موضوعنا النهاردة هو ازاي تتعامل مع العميل باحتراف. لو انت بتشتغل في مجال التصميم أو حتى في أي مجال تاني من مجالات العمل الحر، التعامل مع العميل هو سر نجاحك. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي تقدر تبني علاقة قوية ومحترمة مع العميل وتحقق النجاح معاه. النقطة الأولى، فهم احتياجات العميل. أول حاجة لازم نعرفها هي إنك لازم تفهم العميل كويس جدا. لو العميل بيطلب منك تصميم شعار أو حملة إعلانات أو حتى مشروع كامل، لازم تكون فاهم هو عايز إيه بالظبط وإزاي. ابدأ بسؤال من الأسئلة المفتوحة، زي إيه الرؤية بتاعتك للمشروع، أو في إيه أمثلة بتعجبك. كده هتعرف توجهات العميل وتقدر تشتغل على التصميم بالطريقة اللي هو عايزها. لو العميل مش قادر يحدد بالظبط، ساعده إنك توضح له الخيارات المتاحة واعرض عليه أمثلة لأعمالك السابقة عشان يقدر يحدد أكتر. التواصل بوضوح. التواصل مع العميل بوضوح هو مفتاح العلاقة الناجحة. لازم تكون صريح وواضح في كل خطوة، ابتداء من تحديد المواعيد والتسعير وحتى تقديم التعديلات. كلما كنت أوضح كلما قلت الفرص لسوء الفهم. لو العميل طلب منك تعديل أو تغيير، اسأله بشكل دقيق إيه اللي هو عايزه بالظبط. ودايما لو في حاجة مش واضحة ليك، ما تترددش إنك تسأل عشان تضمن إنك مش هتضيع وقتك أو وقت العميل في تعديل حاجات غير دقيقة. الاحترافية في المواعيد. المواعيد هي واحدة من أهم العوامل في التعامل مع العميل باحتراف. العميل دايما بيحب الناس اللي تلتزم بالوقت، فما بالك لو كنت بتشتغل في عمل حر. لو العميل حدد معاك وقت معين لتسليم المشروع، لازم تحترمه. وأهم حاجة، لو حصل تأخير أو مشكلة، خلي العميل على علم بيها فورا وحاول تقدم له حلول بديلة. الشفافية هنا هتكون مصدر ثقة كبير بينك وبين العميل. تقديم خيارات متنوعة. العميل دايما بيحب انك تقدم له خيارات، لان ده بيخليه يحس انك محترف في شغلك وفاهم هو عايز ايه بالظبط. لو العميل طلب منك تصميم اللوجو، بانر، حاول تقدم له اكتر من خيار. يعني لو بتصمم شعار مثلا، اعرض عليه اكتر من تصميم او فكرة مختلفة عشان يقدر يختار الانسب ليه. ده بيظهر للعميل ان هو صاحب القرار، وده بيبني بينكم علاقة من الاحترام المتبادل. التعامل مع النقد بشكل ايجابي. اوقات ممكن العميل يبقى مش راضي عن الشغل في اول مرة، وممكن يطلب منك تعديلات، وده طبيعي جدا في اي شغل حر. والسر في انك تتعامل مع النقد بشكل ايجابي. خلي نقد العميل يكون فرصة لتطوير شغلك، مش حاجة تحبطك او تزعلك. لو العميل طلب تعديل، حاول تتقبل ده بكل رحابة صدر، وحاول تحسن التصميم بناء على ملاحظاته. والأهم من ده إنك تشرح للعميل إزاي التعديلات دي هتحسن الشغل وتخليه أقرب لاحتياجاته. الاحتفاظ بالعلاقات الجيدة. العلاقة مع العميل مش بتخلص بعد ما تسلم المشروع، لازم تفضل على تواصل معاه عشان لو عنده مشاريع تانية تلاقيه يرجع لك مرة تانية. ممكن بعد ما تخلص الشغل تتابع معاه في المستقبل وتعرض عليه خدمات جديدة أو استشارات. كمان حاول تتابع معاه لو في أي تطورات جديدة في المشروع عشان تقدر تقدم له الدعم لو احتاجه. ده مش بس هيساعدك تحافظ على عملاء الحاليين، لكن كمان هيساعدك تجذب عملاء جداد عن طريق التوصيات. التسعير بشكل عادل وواضح. من أول ما تبدأ مع العميل لازم تكون حريص إنك تحدد التسعير بوضوح. العميل مش هيحب المفاجآت، خصوصا في موضوع الفلوس. اتفق معاه من البداية على السعر والمواعيد، ولو في أي حاجة ممكن تغير التسعير، مثلا لو زاد حجم العمل، زادت المهام، لازم تبقى حريص تبلغ العميل بكل التفاصيل. والمهم إنك تعرف قيمة شغلك، ما تقللش من سعر الخدمة أو المنتج عشان تكسب العميل. عارفين المثل المصري، لو عرضت حاجة رخيصة يبقى شكلها رخيص؟ اوعى تقع في الفخ ده. في النهاية التعامل مع العميل باحتراف بيحتاج منك شوية صبر وتنظيم، لكن أهم حاجة تبني ثقة بينك وبين العميل عشان تضمن نجاحك في العمل الحر على المدى البعيد. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن تصميم الجرافيكس والعمل الحر. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.